يوتيوبر جزائري سميتو هايبر عنده ملايين المتابعين والمحتوى ديالو جيمنج. خرج بواحد التصريحه اللي صدم فيها كاع العرب والمسلمين والمتابعين ديالو، حيت انه في الاول بداها بتغريده بانه كيدعم الملونين، ومنها خرج واحد التغريده اخرى اللي كملت كلشي بحيث انه اعلن انه ولا ملحد وخرج من الدين الاسلامي. وكيفاش تحول من يوتيوبر عالمي معروف على الصعيد العربي وتحديدا في لعبه ماينكرافت الواحد كينعتم البيئه ديالو والدين ديالو بالتخلف. فاجي نفهموا شنو واقع وكيفاش وصل لهذا المواصيل. قبل ما نبدا الفيديو نتمنى انكم تكملوا الفيديو من الاول حتى التالي، خصوصا اللي عنده خوتو صغار او اللي عنده ولادو. تخيل انه السيد بدا يعني بيوتيوبر وانه دخل مع الاجانب وكان كيهضر معاهم ووصلت للالحاد، يعني باش تعرف يعني من البساطه ديال البدايه ديالو وفين وصلنا. فيعني هذا الموضوع يعني نتمنى تاخذوه باكبر جديه ممكنه. وخلينا نبداو الفيديو مباشره ونعرفوا اصلا شكون هو هذا اليوتيوبر هذا هايبر. فهاد اليوتيوبر هذا هايبر هو واحد اليوتيوبر جزائري عنده اكثر من 2 مليون مشترك، واكبر يوتيوبر جيمنج اللي كيقدم المحتوى ديال اللعبه ديال ماينكرافت. يعني ماشي الهضره ديالي، فالفيديوهات يعني كيوصلوا الملايين ديال المشاهدات، يعني القناه ديالو كتهضر على راسها. ولكن القصه بدات فاش واحد من اكبر السيرفرات ديال ماينكرافت في العالم اللي سميتو كيو اس ام بي، السيرفر هذا واحد السيرفر اللي اجنبي، اختار واحد اليوتيوبرز عرب، يعني افضل يوتيوبرز عرب ديال ماينكرافت باش يضمهم لهذاك السيرفر. واحد من هاد اليوتيوبرز هادو كان هو هايبر. وطبعا ملي كتدخل سيرفر مع الاجانب الثقافه ديالهم ماشي بحالنا، فهايبر بدا كينغمس معاهم في هذا المجتمع هذا الاجنبي شويه بشويه، بعد على اصحابه العرب والمسلمين اللي كان كيصور معاهم ديما، لدرجه انه دار واحد لاشين اخرى اجنبيه من غير هذيك لاشين الاساسيه اللي عنده فيها 2 مليون ابوني المشاهدات اللي مفرقعه ديال بصح. مشى كريا واحد الشين اخرى اجنبيه وبقى كيحط فيها فيديوهات مع دوك الاجانب اللي كندخل معاهم السيرفر، كيلعب معاهم كيهضر باللونجلي، يعني انغمس في هذاك المجتمع لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف. وهنا بدات الهويه ديالو كتمحى شويه بشويه، حيت 10 ناس ما عندهمش القيم ديالنا ولا الاخلاق ديالنا والتفكير والتقاليد ديالنا بصفه عامه. واحد الحاجه اخرى هي انه هذا السيرفر هذا اللي دخل ليه هايبر، يعني ما كانش واحد السيرفر ديال الالعاب يعني عادي ولا اخر ديال ماينكرافت، كان من اكبر الداعمين ديال هاد الملونين والشعارات ديالهم كانت في كاع بلايص. وهذا اليوتيوبر عوض ما يتمسك بالدين ديالو ويدير كما اليوتيوبرز الاخرين، كانوا على الاقل يحافظوا على الهويه ديالهم الاسلاميه وما يدعموش هذا الشيء هذا. والصدمه كانت فاش حط الصوره ديالو الشخصيه في ماينكرافت وهي لابسه يعني الوان كدعم لهذه الفئه هذه، وكتب عليها هي انه اللوك نار. فهمت يعني بنادم حاولوا، خصوصا المتابعين ديالو والكوميونتي بصفه عامه العربيه في ماينكرافت، حاولوا انهم كما تقول يسرطوها بايتها طريقه ممكنه. بقاو بنادم ينصحوا كذا، يعني في الاول يعني بنادم ما تاقش انه هذا السيد هذا بين نهار وليله يقد يولي هكا، خصوصا ان هذه غير لعبه ماينكرافت يعني غير جيم، يعني ما تلقاش مع بنادم في الواقع ولا كان مجتمع يعني في الحقيقه اللي كان غير واحد المجتمع اللي افتراضي. والشخصيه ديالو العقل ديالو بدا كيتبدل شويه بشويه، يعني كيف ما تقول بداو كيديروا بحال الشيطان، يعني بداو في الاول غير كيبقاو يهضروا معاه على هذه المواضيع هذه، موراها بداو يعني فهمت غير كدعم، يعني فهمت كيبداو له بشويه بشويه تيوصلوا الحاجه الاكبر اللي بغاوها اللي هي الهدف ديالهم. وهذه الحاجه الكبيره فعلا صرات، حيتاش خرج اليوم في واحد التغريده واعلن بشكل مباشر انه ولا ملحد وخرج من الاسلام. يعني الا كانت تتخيل انه من مجرد لعبه وكوميونيتي يعني في وسط لعبه ولا ملحد ولا كيدعم هذا الشيء هذا كامل، يعني قلت لكم يعني ايته واحد عنده حاليا خوتو صغار او لا ولادو صغار يعني كيشوفهم كيلعبوا مع الاجانب او لا كيخاطوا هذا الشيء هذا كيلعبوا الاونلاين، نتمنى انهم يتراقبوا، حيتاش بنادم فهمتني يعني هذا غير حاله تعرفت انه مشهور. وكان ما كانش مشهور يعني راه كاين بزاف ديال الحالات يعني في العالم حاليا ما معروفينش يعني غير في السر، يعني مثلا قد يكون معاك ولدك في الدار ولا يلعب مع هادشي هذا مع الاجانب وكذا، يبقاو يدخلوا لهاد المعتقدات هادو، يكون معاك في الدار انت صاحبك بلي ودك عادي كذا مريقل، ولكنه يعني في الخفاء يعني كما تقول ما خفيه كان اعظم. وفي التغريده هذه ما صرحش غير انه ماشي مسلم، خرج بواحد التصريح يعني صدم فيه كل شيء، قال بالحرف بلي هو خرج من المعتقدات الدينيه الغلط وبلي دابا عاد ولا واعي وعرف الحقيقه. ونعت البيئه اللي كان فيها بالتخلف، يعني البيئه ديالنا الاسلاميه، تخيل معايا انه واحد الشخص يتولد في بيئه مسلمه ومن صغره هو مسلم وبيئه دينيه والاخر كيكتب في تغريده انه الدين ديالو معتقدات ديالو غلط وكيبقى يخطي فيه ويقول باللي حنايا متشددين وماشي منفتحين على هذا العالم، يعني فريمون وصل المخ ديالو بصفه يعني كامله. والحاجه اللي فريمون تعصب انه فريمون الكوميونيتي ديال الاجانب، يعني الا دخلتوا دابا التغريده ديالو غتلقاو يعني كلشي داعمينو، يعني كاع اللي تيبرز الاجانب وكاع الناس الاجانب يعني غتلقى تغريدات اجنبيه كلشي كيدعموا على هذه الخطوه هذه وكيقول بلا حنا معاك وفهمتني، وكلشي عارفين باللي راهم باغيين مصلحتهم منه، يعني حتى هو يوتيوبر كبير وفلوس وداك الشيء، وانه بالتالي ملي ما غاديش يلقاو منهم الصحه راه غادي يرميوه، هذا راه باينه. غير انه نهضر على الموقف اللي صرا لهاد اليوتيوبر هادو، بغيت يعني يكون في واحد النصيحه ونتمنى انه الكل يعني يركز فيها ويسمع الاخر ويبارطاجيها الماكسيموم بوسيبل، هو انه الا شفت ايتها يعني دري صغير سواء كان ولدك سواء كان خوتك كيلعبوا الاونلاين وكتشوفهم يعني
يلعبوا مع الاجانب يعني ماشي عرب، ولكن ملي يشوفوا من يلعبوا الاونلاين وكيبقاو يدخلوا في هاد المجتمعات هادو الغربيه، يعني في الاول غادي يبقى غير لعب وراها فهمت يقدر يوصل لحاجه كبيره كما صرا مع هاد الحاله هادي نتاع خونا هذا. فدرا فريمون مشكله. فنتمنى انه الكل يعني يحضر ولادو ويشوف معاه مره كيهضر، ويشوف واش هذيك البيئه اللي كيهضر معاها صالحه له ولا لا، سواء المدى القريب ولا المدى البعيد. نتمنى انه الفيديو يكون نال الاعجاب تاعكم. ما تنساوش بعض لايك سبسكرايب. كان معكم اخوكم ياسين وصاك، ونشوفكم في الحلقه الجايه، وتهلاو في راسكم.